بسم الله ما شاء الله سبحان الله. يعني طالعين يا جماعة للحمام، لقينا المعزة ما شاء الله كان في شوية قش في جنب كده، جابتهم وفرشتهم وولدت توأم ما شاء الله. لسه بتنشف فيها ولسه ما فيش دقايق. ما شاء الله سبحان الله، يعني الكون ده فيه أسرار. يعني مهما الإنسان فتش مش هيوصل يعني رحمة ربنا ويعني سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليك هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجبا عجابا لو ترى عيناك. الكون مسحور بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الرضا، يا مداوي الأمراض من أرضاك. وإذ ترى الثعبان ينفخ سمه، اسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك. اسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. سبحانك يا رب. معزة ولد التوأم، فعكشت القش فرشته وحطت ولادها على القش. سبحانك يا رب. يعني لسه حتى بتنزل البشيمة ما شاء الله. يعني البشيمة لسه يعني لسه ما فيش دقايق، لسه بتنشف في ولادها. سبحانك يا رب. معزة ضريبي من أعلى الأصول اللي موجودة في مصر بفضل الله، بدون قرون، عن البيضة البلح. شايفين الخلفة ما شاء الله. سبحانك يا رب. بتنشفهم لسه. كان نفسنا نصور لكم يعني مراحل الولادة، بس احنا طلعنا لقيناها أصلا والدة. طلعنا لقيناها والدة. سبحان الله. سبحانك يا رب. إن شاء الله. شايفين الجمال؟ لا قوة إلا بالله. الشفة راكبة ولسه عيل صغير ما شاء الله. اللون المميز لا قوة إلا بالله. لسه الودان ده هتبقى أكبر من كده كمان ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. شايفين الجمال؟ عن البيضة ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني الجميل ويعني اللي يصير الدهشة في الموضوع إن هي فرشت القش وسبحانك يا رب. يعني قش كان مكانه هنا، ده كان مكان القش. هي خدت قش من هنا ودخلته هنا وفرشته على قد ما قدرت، على قد ما قدرت. سبحانك يا رب. ربنا يبارك لنا ويبارك للجميع. المعزة اللي تولد من نفسها دي بتبقى معزة يعني طيبة، معزة شاطرة. في معاز بتعوز بتحتاج التدخل، بس المعزة دي معزة ما شاء الله يعني من السلالات الممتازة. طبعا لسه بقى هم الوقت مفكرين ان هم لسه في بطن امهم، فمدروخين بقى شوية ولسه ما فاقوش يعني. تحاول بقى هي تنشفهم. ان شاء الله. لا قوة الا بالله. لا قوة الا بالله. كل هواية في الغية، ويلاقي يعني برضو ايه
يعني حماسها ولها جمالها. من أجمل الهوايات يا جماعة هي تربية الماعز إن شاء الله. على فكرة هواية مربحة جدا، إن شاء الله نبقى نعمل لحضراتكم فيديو كده توضيحي برضه بإذن الله إن شاء الله. بنشارككم يعني التجربة كلها، نتكلم على الحمام وبنتكلم على كل حاجة احنا بنربيها. وإن شاء الله برضه نتكلم حضراتكم على الفراخ الفارسي أو الحجازي. تجربة يعني زي ما قلت لحضراتكم بنقل الصورة يعني عن تجربة، مش بنتكلم على حاجة احنا ما جربناهاش، او دي يعني هوايتنا برضه وبنشارك حضراتكم فيها. اللي اول مرة يشوفنا يا ريت يعمل مشاركة للقناة ويا ريت اعجاب ويشارك المنشور، وان شاء الله انتظرونا في كل جديد، وصلى على النبي، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.